السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ العروض عمالة تتوالى على لعيب الأهلي وهما في كأس العالم. في عرض جاي لتريزيجيه من الخليج، لم يعلن عن الدولة اللي جاية، بس في عرض ما يقارب من 4 مليون دولار لتريزيجيه، غير العرض المقدم للنادي الأهلي اللي هو 1.5 مليون دولار. طبعا الأهلي رافض إن هو يتكلم في حاجة ويقول لك لسه قدامي فترة، لعيبة ترجع من كأس العالم بعد كده اتكلم في العروض اللي جاية. طب اللعيب لو عنده رغبة ان هو يمشي ماشي، بس اديني مقابل مادي كويس. تريزيجيه لعيب تقيل، لعيب دولي، تاني هداف الدوري المصري، ف1.5 مليون ده رقم قليل جدا عليه، ولسه في عقده كذا سنة. فالفكرة كلها ان حتى الخليج لو عايزه وهو عايز يمشي قدم لي عرض كويس وعرض جدي، تمام، عشان تاخد تريزيجيه. ده بالنسبة لتريزيجيه. إمام عاشور برضه جايله عروض من الخليج، والوكيل بتاعه عايز يسوقه يا في أوروبا يا في أمريكا. بس إمام عاشور الدماغ بتاعته مش هتركب في القصص دي، فممكن يفضل إن هو يروح الخليج. برضه الأهلي قال له لو عايز، لو قال له وكيله لو عايز يمشي يقدم لي عرض مادي كويس، وبعد كده أنا ممكن أمشيه. كل الكلام بقى على لعيبة النادي الأهلي، بن رمضان وتريزيجيه وإمام عاشور، كل اللعيبة دي النادي الأهلي بيقول لو رغبتهم يمشوا مفيش مشكلة، بس قدم لي عروض جيدة. ما تقدمليش مقابل مادي قليل وفي الاخر تقول لي اصل انا عايز امشي. لا طبعا، انتوا لعيبه دوليه ولعيبه تقيله، فالاهلي لو هيشوف العروض دي مفيش مشكله، اللعيب اللي عايز يمشي يمشي، لكن تجيب لي عرض جيد للنادي الاهلي. ده بالنسبه للعيبه. بالنسبه للمدرب نفسه، المدرب نفسه والمدير الفني الجديد الحسين عموته بيقول لك ما تبيعش حد، ما تتصرفش في حد لحد ما يجي. سلام عليكم.